راجل بسيط كل يوم يطلع فوق السطوح يقعد جنب برميل حديد، والغريب ان البرميل كل ما يصدي يجيب بويا ويدهنه بنفسه. الناس استغربت ايه سر البرميل ده. لما نزلت المطرة طلع من البرميل ريحة وحشة جدا. الجيران قالوا له ارمي البرميل ده يا عم في اي مقلب زبالة، لكنه رفض بشدة وقال اللي عايز يبلغ يبلغ، انا مش هرميه. وبالفعل الجيران بلغوا الشرطة. لما جه الضابط سأله انت مصر ليه ما ترميش البرميل ده؟ الراجل قال بمنتهى الهدوء البرميل ده فيه روحي وما اقدرش استغنى عنه. الضابط افتكره مجنون وغصب عنه حاولوا يفتحوا البرميل، ما عرفوش يفتحوه لانه متغطي بطبقة اسمنت. جابوا متخصص يكسر الاسمنت، وبمجرد ما اتفتح البرميل كانت الصدمة جثة ست بكامل ملابسها ومصاغها. الضابط بصله بدهشة وقال له مين دي؟ رد بهدوء وقال مراتي. الجثة كانت محتفظة بملامحها رغم ان بقالها سنين، والطب الشرعي اكد انها ماتت مخنوقة، والجثة متخزنة من 5 سنين كاملة. السر انه كان حاطط معاها كمية ملح كبيرة علشان يحافظ عليها. وفي التحقيق الراجل قال انه اتجوزها عن حب، كان شايفها الدنيا وما فيها، لكن بعد الجواز كانت بتعامله بأسوأ، دايما عايزة فلوس، وهو كهربائي غلبان يشتغل ليل ونهار علشان يرضيها. حتى مع عيالهم ال4 كانت قاسية جدا، صوتها دايما عالي، وساعات بتمد ايديها عليه وتضربه وهو ساكت علشان بيحبها. اشتكى لأهلها، أمها قالت استحمل يا ابني هي عصبية شوية. وفي يوم رجع تعبان من الشغل لقاها مصممة تتطلق وبتصرخ كرهتك. هو يترجاها لو سبتيني هموت. شتمته انت مش راجل، بكى تحت رجليها، قامت ضربته بالجزمة، ولما حاولت تمشي شدها خنقها وماتت في ايده. فضل قاعد يبكي جنب جثتها وراح لامها يحكي. الام ردت وقالت لو بلغت هيعدموك والعيال يتيتموا، دارلنا الجثه في اي حته. وبالفعل جاب برميل حط فيه جثه مراته بلبسها وذهبها ونص شوال ملح وصب عليه اسمنت وحطه فوق السطوح. ومن يومها 5 سنين كامله يطلع يقعد جنب البرميل، في عيد ميلادها في عيد جوازهم يفضل يكلمها ويقول لها بحبك. القاضي لما سمع القصة قلبه رق، حول التهمة من قتل عمد لضرب أفضى إلى موت، واتحكم عليه ب7 سنين سجن. خرج بعدها علشان يربي أولاده ورفض يتجوز تاني، ولحد النهاردة معلق صورتها في أوضته بيكلمها كل يوم ويقول لها بحبك.